الشغلانه دي طالبه حد جونيور، والشغلانه دي طالبه حد سينيور، والشغلانه دي عايزه انترن. ايه الفرق ما بين الثلاثه وايه التسلسل الوظيفي في البوزيشن؟ تعال اقول لكم. اول وظيفه ليك غالبا بتبقى تدريب، فبيبقى اسمها انترن. وقتها انت متدرب، زيرو خبره، وممكن كمان تشتغل من غير فلوس. بس في شركات كتير كبيره وكويسه بتدي للانترن مبلغ حتى لو رمزي. بعد كده بتدخل وتبقى جونيور. جونيور ده يعني عندك اكسبيرينس من اول زيرو اكسبيرينس لحد سنتين. بعدها بتطلع للميد ليفل. ميد ليفل هنا انت عندك اكسبيرينس من سنتين لحد 5 سنين. وبعدها بتعلى وبتبقى سينيور. السينيور ده اللي بيبقى الاكسبيرينس بتاعته من اول 5 سنين لحد 10 سنين. بعدها بقى بيعلى في السلم الوظيفي، ممكن يبقى سوبرفايزر او تيم ليدر لحد ما يوصل للسي ليفل. السي ليفل دول اللي هم السي اي او، السي او او، السي تي او واللازم منه. انما مع تطور الزمن والتكنولوجي واختلاف الوظائف وكمان الزمن السريع اللي احنا عايشين فيه، السنين ما بقتش الحاجة الوحيدة اللي بتحكم على خبرتك وبتحكم اذا كنت جونيور ولا سينيور ولا حتى مانجر. وده بدليل ان في تيم ليدرز كتير قوي ما يصلحوش حتى ان هم يطلعوا من مرحله الجونيور، وان في كمان ناس سينيور عندها اكسبيرينس بس سنتين. في السنتين دول عملوا حاجات ناس قعدت 5 و6 سنين ما عرفتش تعمل ربعها. اعملوا سيف للفيديو ده عشان تراجعوا المعلومات وقت ما تحتاجوها، وما تنسوش تعملوا لي فولو عشان تستنوا باقي الفيديوهات اللي ليها علاقه بالوظائف في الماركتنج وتبس اند تريكس ليها علاقه بالماركتنج.